ارحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبصر إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بركاتهم وصرار الوان بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين إلى أروع الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمشاغبين في الدين إلى أرواح والدين
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار عالم سر إنا لا تبكي ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا عزكنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله إن شاء الله أستغفر الله تعالى من ذنوبي كلها سرها وجارها وصغيرها وكبيرها وأتوب إليه توبة نصوحا تقبل الله منا ومنك وتقبل اللهم يا كريم. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإنسان فالحمد لله القادم الأولي
الأخير البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق خير مهتدي وبعد فلم بوجوب المعرفة بواجب لله 20 شفاء فالله موجود قادم باكي يخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني ووائد وحي قد مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقطرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفنه أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرضي بغير ناس كغافي في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تمثيل 25 لذيذ كل مكلف فهك وتنيم هم آدم إدريس نوح دما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى وعيسى ذو الكفل داود سليمان متبع إلياس يونس زكريا يا عيسى وطه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تاسع عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورد ومرتدى 4 من كتب تفصيلها صلاة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصاف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به رسوله فحقه تسليم والقبول إيمان نبيه من آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر بكي واجبي إما على مكلف من واجبي نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاسم عبد مناف ينتسب وأبو أمينة ذرية أرضاه حليمة سعدية مولده بمكة العمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم
ثلاثة من الذكر تتم قاسم وعبد الله وهو طيب وطير بذين ذي رقم آتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الناس تذكروا رضوان ربي للجميع يذكروا فاطمة زهراء وبعد علي وابنهما سبعين فضلهم زليل فزينب وبدا رقية وأم كلثوم سكترية التسليني سوات وفاة المصطفى خير النفاق النبي المقتفى عائشة وحفصة وسعونة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا زهيرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية تتهدد وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليلة لكنت يدرى وبدأ إسراء أرجل السماء ترى النبي رب كلما من غير كيف ودصد وافترت عليه خمسا مدى 50 غفرت وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق مستسلك له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عاقدة متعصرة وللعوام سنة ميسرة الذي متك أمد المرزوق من يتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وأصحاب وكل مرشد وكل من بغير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استغل أبياتها ميز مئة جمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين تمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الرحمن النبي وإلى أرواح ولي الله والعلماء النساء وجنجر رضي الله عنهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتقسم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويأتم لنا ولكم بالحسنى ويقين المعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وإلى حضرة خصوصنا الحبيب علي بن محمد الأبسيسي تدل على الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد يا رب صل عليه وسلم رب بلغه الوسيلة يا رب اوصى بالفضيلة يا رب صل على
محمد يا رب صل عليه وسلم وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم واغفر لكل مجرم يا رب لا تنظر جانا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سامي بدعانا يا ربي يا الله يا ربي بلغنا نزوره يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا ربي يا الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا رب تغشانا بنوري يا ربي يا الله يا رب حفظانك وأمانك يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا ربي يا الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا رب واسكننا جنانك يا ربي يا الله يا ربي أجرنا من عذابك يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا ربي يا الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي يا الله يا ربي حتنا بسعادة يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا ربي يا الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي واسلي كل مسني يا ربي يا الله يا ربي واكفي كل مؤذي يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا ربي يا الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي نختم بالمشفع يا ربي يا الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا ربي يا الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك الحمد لله القوي القدير إلا الله حكيم جأر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعجما وعددا وعلقا ولهما وجلا وشرب بنجم مختلف متراكب مما يندفق يخرج من بين صلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء دنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأوليل المطالب فلو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بدموع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه وعاتب وأبكي من الذنوب إليها فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياء صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا إلى المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلق آدم من التين الذي بعرض فقره ولا الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به ينل على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الآل والأقارب قيل وإبراهيم قال إبراهيم بيدكم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا أبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي رسب دولة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونزلت على
رأسه الأصائب قال ونبي استغرت من لعي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقبل جده ثم شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم ردوا من الأرش قبل أن يبرد الفرس وقد نال جميع المعارف فإذا شرفت تربة طيبة منه بأسرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبنا علي عين الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شاعر الله شاعر الله يا إمام بني الإمام شاعر الله شاعر الله شاعر الله في حريضة قد حضرنا مجمع قوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام يا حبيبنا علي شر الله شاعر الله شاعر الله يا إمام بني إمام شاعر الله شاعر الله شاعر الله كل ما تمنى عندها الخيام تبقى الخيام وهزار الأنس غنى وسجع قمر المحام يا حبيبنا علي شر الله شاعر الله شاعر الله يا إمام بني إمام شر الله شاعر الله شاعر الله يا لك الله ما شربنا من صفا ذاك المدام ودعينا فجبابنا وعوذلنا نيام ذلنا نيام يا حبيبنا علي شر الله شاعر الله شاعر الله يا إمام بني الإمام شر الله شاعر الله شاعر الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من
صلاة وسلام يا حبيبنا علي شر الله شاير الله شاير الله يا إمام بني الإمام شر الله شاير الله شاير الله ربي فاجعل مستمعنا غايته حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاء يا كالجسام يا كالجسام يا حبيبنا علي شر الله شاير الله شاير الله يا إمام بني الإمام شر الله شاير الله شاير الله ربي فاجعل مستمعنا غايته حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاء يا كالجسام يا كالجسام يا حبيبنا علي شر الله شاير الله شاير الله يا إمام بني الإمام شر الله شاير الله شاير الله ربي فاجعل مستمعنا غايته حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاء يا كالجسام يا كالجسام يا حبيبنا علي شر الله شاير الله شاير الله يا إمام بني الإمام شر الله شاير الله شاير الله شاير الله يا حبيبنا علي شر الله شر 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 الله يا حبيبنا علي شر الله baca semua baca يا حبيبنا علي شر الله شر الله 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 يا حبيبنا علي شر الله يا حبيبنا علي شر الله يا حبيبنا علي شر الله شر الله يا حبيبنا علي اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين في قائلهما يوم القيامة خير خائم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه ما لم يزل سميعا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله kata sofa دماك والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا ثم هوانا إن يا ربنا كوصدا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا عندما يلقانا فاهد دعيانا ربما كوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا
بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وشف الهجاب وشهدوا منانا باباك والصفا بمحمد لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله غفار الذنوب لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا رسول الله يا من حبه يشفي السقام يا رسول الله يا من حبه يشفي السقام أنت والله الشفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهام يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهام نظرة منك إلينا أيها بدر التمام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعت مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي
مرحبا جئت وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ودنا نجاس بني يا الله كيبي نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر يا رسول الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر يا نور العين أمجد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مستمعنا غاية حسن الختام واتينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama tadi kita ikuti bacaan doa wali kubur, lanjutkan bacaan suratul yasin, zikir, tahlil, tahmid, tasbih,
Mudah-mudahan apa yang kita baca pahalanya disampaikan khususnya untuk almarhum Sohibul Bait dan umumnya untuk kita almarhum orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Lantunan pembacaan sholawat yang barusan saja sama-sama kita bacakan, mudah-mudahan menambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kami ucapkan pada guru-guru kami. Alhamdulillah ada Ustadz Iskandar Zuhdi LC, ada Ustadz Alif Insan Fadilah, serta guru-guru yang lain. Kita doakan mudah-mudahan biar sehat walafiat, panjang umur, bisa memberikan ilmunya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan pelajaran ataupun ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, marilah kita dengarkan sambutan satu patah dua patah kata dari Sohibul Bait yang alhamdulillah dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh abang kita Bang Fahrul. Pada Bang Fahrul kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para guru, Ustadz Alif, Ustadz Iskandar, Ustadz Samsul, dan Bapak Ketua RT 05 Pak Jalani, bang-bang semua, ada Bang Yadi, ya, ada Bang Amir, Bang Beri, dan remaja Karang Taruna serta Majlis Birrul Walidain yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bersilaturahmi Majlis Birrul Walidain dengan lingkungan RT 05. Mudah-mudahan jadwal ini terus berlanjut ya Pak RT ya, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat lingkungan kita. Dan pesan saya buat remaja ini biar hadir terus, nanti sebulan sekali soal tempat nanti kita bicarain bareng-bareng. Jadi alhamdulillah silaturahmi ini terus berjalan. Terima kasih buat Majlis Birrul Walidain kita dapat jadwal. Yang pertama lagi yang berikutnya terima kasih juga buat guru-guru semua, teman-teman, rekan-rekan, para ustadz, ibu-ibu juga hadir, dan kami atas nama tuan rumah mungkin pertama ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin di luar ini nerimanya ya, di luar tempatnya begini, mohon maaf ya, kalaupun nanti ada yang dimakan dimakan, kalau enggak ya kita ngopi aja udah cukup nih ya. Ya terima kasih dan mohon maaf. Saya rasa mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik lagi Pak RT ya. Ya kita lebih baik lagi supaya, karena emang dulu talim ada malam Selasa tapi bukannya bubar, bukan ya, orang-orangnya masih banyak, cuma majlisnya vakum, dan mudah-mudahan dengan majlis DW ini bisa semangat lagi buat berselawat kita pada Nabi kita Muhammad SAW. Saya rasa itu aja, terima kasih dan mohon maaf mungkin kurang berkenan. Saya iri walau makwik lakontorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita dengarkan sambutan dari Sohibul Bait sekaligus dari perwakilan Bapak Pengurus RT 05 RW 04. Kita doain nih Mbak RT Jelani beserta pengurusnya, Bang Fahrul, semua warga RT 05 remaja-remajanya biar sehat walafiat, terus biar taklimnya biar giroh lagi. Mudah-mudahan biar silaturahminya berpanjang, membawa keberkahan buat kampung kita khususnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita fokuskan pendengaran kita dengarkan pelajaran ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita kepada guru kami Al-Ustadz Iskandar Zuhdi LC, kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالنية الفتوح والمنوح دافعة لكل شر جالبة لخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمينا، خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ أحمد مرزوقي المصري المكي المالكي، ثم إلى رؤساء محمد بن علوي المالكي وأصولهم وفروعهم.
أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يدعى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين، أخص في ذكر صاحب الفضيلة والسعادة أستاذ شمسول هدايات أستاذ علي فضيلة متعنا الله بطول حياتهما طال الله عمرهما وتلاميذهما وأهلهما بخير ولطف وعافية. Yang kami hormati pengurus RT 05, Abang Jelani, Abang Yadi, Abang semuanya, abang-abang dari Karang Taruna juga. Hadirin hadirat Majelis Ta'lim Birrul Walidain yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali lagi ngaji lagi, belajar lagi. Semoga rutinitas kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah menuntut ilmu, zikir, salawat terus. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Tafsilu 'ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar Nakiru wa Raqibun wa kadha Atidun Malikun wa Ridwan Wahtada. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang malaikat yang selanjutnya, yaitu siapa? Yaitu malaikat Raqibun wa Atidun, malaikat yang ke-7 dan ke-8. Adik-adik masih ingat teman-teman malaikat? Masih? Kita refresh kembali ya. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Sekali lagi, malaikat Jibril, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kita akan masuk pembahasan malaikat yang ke-7 dan 8, yaitu malaikat Raqibun wa Atid. Raqib, Atid, ay hafiz wa hadir, yaitu malaikat yang selalu menjaga dan selalu ada. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismain. Keduanya diberi nama ini. Wa qila inna ahaduhuma raqibun wal akhar atid. Jadi gini, ada yang mengatakan kedua-duanya namanya raqib atid, ada yang mengatakan satunya raqib, satunya atid. Kemudian dikatakan qala al-Bajuri wal Jalal al-Mahalli wa huma yaktubanil a'mal. Keduanya itu mencatat amal-amal manusia. Ahaduma anil yamini yaktubul hasanati wal akharu anis simal yaktubus sayyiati. Yang salah satunya di kanan mencatat kebaikan dan satunya di kiri mencatat keburukan. Qala Allah Ta'ala walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid
idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anasy shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali di pinggirnya ada malaikat raqib dan atid. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya di diri kalian tuh ada penjaga. Penjaga yang selalu mencatat. Ya'lamuna, dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya bahwa malaikat raqib dan atid selalu bersama kita. Ada seorang kiai meminta santrinya untuk menyembelih ayam yang tidak boleh diketahui siapapun. Akhirnya setiap dari santri ini ngumpet, pokoknya nggak boleh ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Akhirnya salah satunya nyembelih. Pokoknya ngumpet di mana? Di jamban. Ada yang ngumpet di kolong jembatan. Ada yang ngumpet di kuburan. Pokoknya jalan dalam kuburan ya. Ada yang ngumpet di mana lagi? Di mana, Dek? Pokoknya ngumpet dimanapun nggak boleh ada yang tahu. Ada satu santri yang bingung dia. Mau ngumpet di mana saya? Sedangkan malaikat raqib dan atid selalu mendampingi saya. Akhirnya semuanya dipanggil laporan ke kiai. Ditanya, kamu yakin tidak ada yang melihat? Tidak ada kiai. Kamu motong di mana? Saya motong di jamban, nggak ada yang tahu. Nah, nggak ada suaranya. Nggak ada, saya sebekep kiai. Nggak, suaranya nggak ada. Ada juga yang mah di bawah kolong jembatan. Kok nggak tahu? Nggak ada yang tahu kiai. Orang itu rame mobil, nggak ada yang tahu. Pasti nggak ada suaranya. Semuanya cerita, ada satu. Kamu gimana? Ini ayamnya belum disembelih kiai. Lah kok belum disembelih? Iya, saya bingung mau ngumpet di mana. Sedangkan malaikat raqib dan atid dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui. Maka dari sekian santri hanya satu santri yang memahami bahwa hakikatnya kita selalu ada yang menjaga. Cuma bedanya gini, dengerin semuanya. Kamu minta dijaga gak sama Allah? Logikanya gini, kalau kita selalu diawasi oleh Allah melalui malaikat raqib dan atid, pertanyaannya nih buat kalian dijaga gak sama Allah? Dijaga gak? Dijaga gak? Dilindungi gak? Jawabannya tergantung. Kok bisa Ustadz? Kamu minta gak sama Allah? Kamu nyebut gak nama Allah? Kamu minta gak sama Allah? Makanya dalam segala sesuatu diawali dengan lafaz bismillah. Kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta wa fi riwayatin ajzam ay qalilul barakah wa qila qatul barakah. Segala sesuatu diawali dengan bismillah. Kalau tidak diawali maka berkahnya dikit atau kadang terpotong berkahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk selalu minta perlindungan kepada, gimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah jaga kita. Insya Allah Allah lindungi kita. Insya Allah Allah perhatikan kita. Beda gak? Semisal nih Bang Rizwan punya anak di pesantren. Bang Rizwan ngomong kepada salah satu pembinanya, Ustazah, tolong titip anak saya Ustazah. Anak saya ini udah punya hafalan Quran, tolong dijaga ya Ustazah. Tolong perhatikan ya hafalannya Ustazah. Iya Pak, insya Allah. Udah gitu Bang Rizwan ngasih ngasih roti, ngasih jajan, ini buat Ustazah. Iya pokoknya dah dikasih oleh-oleh dari Bang Rizwan. Ceritanya, kira-kira anaknya diperhatiin gak sama Ustazah? Lah beda kalau Bang Rizwan cuma nitip doang. Ustazah nitip ya, gitu doang. Tapi gak ngomong minta diperhatiin hafalan Qurannya. Ya diperhatiin mah diperhatiin, tapi kurang perhatiannya. Kurang ada perhatian khusus kalau kita mintanya khusus. Sama Allah. Kalau kita dilihat nggak sama Allah?
Diawasi nggak sama Allah? Pertanyaan dilindungi nggak sama Allah? Pertanyaannya dilindungi nggak? Jawabannya ya tergantung kita. Kalau Allah berkehendak melindungi kita, ya Allah lindungin. Betul nggak? Semua tuh kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ustadz, saya udah minta perlindungan. Kok saya tetap jatuh? Ya berarti Allah menghendaki antum jatuh. Lah benar, kalau Allah udah berkehendak kita nggak ada yang tahu. Lah saya pernah naik motor udah baca doa, tapi feeling saya bakal jatuh kayaknya dah. Udah pelan-pelanin, udah pelan. Jalan raya saya udah selamat, saya jatuh di jalan kampung. Gara-gara apa? Ada ayam lewat kenceng. Saya rem dadak, saya jatuh. Kemudian saya baru nyadar, ternyata emang Allah kalau kehendak dimanapun kita berhati-hati, kalau Allah berkehendak kita jatuh, ya jatuh. Artinya setidak-tidaknya kita menerima bahwa kita sudah minta pertolongan kepada Allah. Udah minta aja masih jatuh, apalagi nggak minta. Itulah pentingnya kita minta sama Allah. Rasulullah bersabda, ihfazillaha yahfazka. Apa artinya? Jagalah Allah, Allah jaga kalian. Kalau bahasa Qur'annya, fazkuruni azkurukum. Menyebutlah aku, zikirlah kepadaku, maka aku menyebutmu. Artinya menyebutmu, Allah lindungi kamu, Allah jaga kamu, Allah. Ya betul. Kita minta, kita pengen, kita apa, tapi kita nggak ngejaga Allah. Itu namanya nggak fair. Betul apa betul? Kalau kita minta, ya kita juga usaha. Kalau minta doang tanpa usaha itu namanya omong kosong. Orang kalau usaha tanpa doa itu namanya sombong. Jadi antara usaha dan doa harus seimbang. Maka malaikat raqib atid ini selalu mencatat. Selalu. Nih saya punya pertanyaan buat adik-adik semuanya. Ustadz, itu kan kalau kita masih hidup, malaikat raqib dan atid. Nah kalau kita udah meninggal, terus ngapain malaikatnya? Nih dijelaskan. Ya dalam kitab Tuhfatul Murid ala Syarhi Jawharit Tauhid, itu karangannya Syekh Bajuri Ibrahim Al-Baijuri. Ya, ini saya di madrasah ngajar kitab ini. Nama kitabnya Jawharut Tauhid, itu pengarangnya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kemudian disyarahkan sama Syekh Baijuri. Syekh Baijuri ini ada yang ngomong Baijuri, ada yang ngomong Bajuri. Itu namanya juga Ibrahim, sama-sama Ibrahim. Kalau Jawharut Tauhid namanya Ibrahim Al-Laqani. Kalau Syarhul Jawhari Tuhfatul Murid namanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri atau Bajuri. Itu mengatakan kalau malaikatnya ditinggal mati sama yang dijaga, ya semisal siapa di sini? Ya Bang Aib, ya semisal. Kita kan nggak ada yang tahu, kita semua mati, betul? Bang Aib lah dijemput sama Allah, udah ya karena ahli sholawat, masya Allah, ya. Kemudian dikubur. Kan Raqib Atid bingung, nih Aib ngapain ya, udah mati. Maka dikatakan oleh Ibrahim Al-Baijuri dalam syarahnya, dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat ini itu berdiri di atas kuburan. Siapa yang berdiri? Malaikat, Raqib dan Atid. Terus ngapain Ustadz di atas kuburan? Didengerin. Kalau yang di kuburan ini adalah orang yang soleh, ahli ibadah, dia akan mencatat setiap amal ibadah dari orang lain buat dirinya, buat yang di kuburan. Atau yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah. Amal jariyah ada nggak? Atau kiriman dari anaknya, dari saudaranya, dari tetangganya, kiriman doa. Itu malaikat Atid masih nyatet ya. Yang baik-baik dicatat sama dia. Ya, masih dicatat. Dan mendoakan orang yang di kuburan. Jadi malaikat Raqib Atid itu tetap mencatat dan menulis kebaikan dan mendoakan yang ada di kuburan. Lah Ustadz, kalau misal orangnya orang kafir gimana? Ya sama. Kalau dia masih punya keburukan, masih keburukannya dicatat juga. Dikirim. Amal jariyah itu bukan baik doang, juga ada yang jelek-jelek. Dikirim juga buat yang dikubur. Dan melaknat orang yang mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Makanya Raqib Atid ini selalu mengawasi kita. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga anak-anak kita,
Allah jadikan keluarga kita semua ahli ibadah, semua anak-anak kita soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, rajin ibadahnya, rajin ngajinya, berakhlak mulia, dan selalu menjadi anak yang bermanfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita dengarkan pelajaran pembahasan bab tentang Aqidatul Awam. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan, Ustadz Iskandar Zuhdi, mudah-mudahan dapat kita petik hikmah ilmunya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan kembali mauizatul ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Akinda Ustadz Alif Insan Fadilah. Padanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Ustadz Iskandar, Ustadz Samsul, orang tua kami, para bapak dan para ibu. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kami muliakan Ustadz Fakhrul Razi beserta keluarga, yang mudah-mudahan segala hajatnya Allah kabul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama di Mesir itu makamnya dekat dengan makam Imam Syafi'i. Nama beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau meninggal tahun 709 Hijriah. Punya kitab tipis, kitabnya tipis. Nama kitabnya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ini kitab hikam banyak, Pak. Kalau kita malam Jumat sering baca Rotibul Haddad, Imam Al-Haddad juga punya kitab namanya Al-Hikam Haddadiyah, Hikam Al-Haddadiyah. Tapi ini kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalamnya ada nasihat cakep buat kita nih. Kata beliau, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Ada dua nikmat yang mana dua nikmat tersebut enggak bakal, setiap makhluk itu enggak bakal lepas daripada nikmat itu. Wala budda likulli muqawwanin minhuma nikmatul ijad wa ni'matul imdad. Dan setiap orang, setiap makhluk yang diciptakan Allah pasti akan menerima daripada dua nikmat itu. Namanya nikmatul ijad sama nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu nikmat kita diciptain sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmatul imdad adalah nikmat Allah mencukupi kehidupan kita, itu namanya nikmatul imdad. Nikmatul ijad terbagi dua. Diciptakannya kita terbagi dua. Ada yang langsung Allah ciptain, namanya ijadul hakiki. Tapi kalau melalui proses, namanya ijadus sababi. Ada proses campur tangan manusia, itu namanya ijadus sababi. Adanya kita di dunia ini disebabkan adanya orang tua kita, namanya ijadus sababi. Makanya di dalam Al-Quran difirmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini
ihsana. Itu didempetin nama Allah sama nama orang tua kita. Kenapa? Sebagai tanda syukur kita. Yang pertama, syukur kita kepada Allah namanya ijadul hakiki. Yang kedua, syukurnya kita kepada orang tua namanya ijadus sababi. Kalau kita belum bersyukur kepada orang tua kita, maka kita belum bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, ada cerita cakep nih. Ada seorang anak umuran kita dan nih, yang udah kuliah SMA dah. Saya kan tampang kayak gini masih SMA juga. Dia gendong emaknya dari Baghdad sampai ke Mekah buat ngelaksanain haji. Itu kurang lebih saya lihat di Maps. Nih saya ceritanya pakai bahasa Arab. 1875 kilo digendong emaknya. Oh Allah. Ada di sini yang pernah gendong emaknya. Sampai Amsarda depan tuh ada ya? Ada nggak? Ini digendong orang tuanya dia. Ketika dia gendong, dia nggak biarin itu emaknya nyentuh kakinya ke tanah sama sekali. Jadi kalau dia capek, emaknya didudukin di kursi, dipijitin kakinya, dibersihin kakinya, nggak boleh sedikit pun itu tanah nyentuh kaki ibunya. Kenapa? Saking pengennya dia berbakti sama orang tuanya dia. Dia gendong sampai selesai melaksanakan haji, sahabat ngelihat dia. Namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Udah selesai tawaf, udah kelar dah tuh hajinya. Dipanggil sama Ibnu Umar, wahai anak muda sini kamu. Itu siapa yang kamu gendong? Dia bilang, ini ibu saya Ibnu Umar. Kenapa kamu gendong? Ibnu Umar, saya ini orang susah, nggak punya duit. Pengen berbakti sama orang tua, bokeh. Saya cuma punya tenaga. Saya pengen ibu saya haji, tapi saya berbakti. Gimana berbaktinya? Saya gendong. Buat apa? Buat ngebalas kebaikan ibu saya selama ini. Saya gendong sampai selesai haji ini, saya gendong, saya tidak kasih kaki orang tua saya nyentuh tanah. Afa ajzi biha ya bena Umar. Ibnu Umar, apa bisa saya balas kebaikan orang tua saya dengan cara begini? Kata Ibnu Umar, apa hadirin yang dimuliakan Allah? Wahai anak muda, andai kata kamu belah dada kamu keluarin jantung kamu potong-potong jadi sate, kamu bakar, kamu suruh ibu kamu makan. Niscaya satu kedenan dia melahirkan kamu, itu tidak bisa membalas kebaikan kamu. Ya Allah. Udah berapa banyak kita baik sama orang tua kita? Udah berapa banyak kita baik sama orang tua kita, berbakti sama orang tua kita? Baru bisa ngasih duit 10 juta, 20 juta, rasanya kayaknya udah ngebales semua kebaikan orang tua kita. Satu kedenan belum bisa kita balas. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, nih kita yang udah nggak punya orang tua di sini, nih syukur nih datang pengajian. Saya udah lama banget nggak datang. Tahu ngapa ya? Setannya banyak emangnya. Berapa banyak ini kita banyak dosa sama orang tua kita. Kita hadir, kita doain orang tua kita. Jangan sampai kita punya duit jalan-jalan ke Ragunan nyampe, ke mall nyampe, tapi ziarah ke orang tua nggak pernah. Itu tanda orang yang tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan duduknya kita, belajarnya kita di sini jadi pengingat buat kita, nyari ridho daripada Allah dengan cara mendoakan orang tua kita. Namanya aja majelis taklim birrul walidain, bakti kita sama orang tua. Saya nggak mau banyak-banyak dah. Kopi saya masih anget mu. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نصيرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول 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 قبول. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama tadi kita dengarkan Mau'izatul Hasanah ataupun ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alif Insan Fadilah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita petik hikmahnya, ilmunya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk majelis taklim Birrul Walidain minggu depan insyaallah bertempat di rumah almarhum Haji Masyuroh bin Haji Sarmilih di Warung Silah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, punya waktu kesempatan bisa hadir majelis taklim minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan itu yang udah dikeluarin, disantap, dijamu, mudah-mudahan buat pahala buat Thayyibul Bait. Dari saya Guru Kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 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 lo cik 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 nggak nyala ininya sih cik ini nyala tapi ininya nggak main tetap nggak nyala.
cik lo cik 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 lo cik 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 lo cik 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 ya cik cik lo cik cik lo cik lo cik cik lo cik ada cik lo cik 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 long cik udah cik long he long cik cik long he masuk bang masuk ya iya ini kan like right cik long he long cik cik long he cik long he cik cik long masuk ya